موقع رياض القرآن يقدم رياض القرآن. الحمد لله الغفور التواب العزيز الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت له الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه مآب. وصلوات ربنا وسلامه على نبينا المختار سيد الأبرار وقائد الأطهار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تعاقب الليل والنهار وما غردت الأطيار، وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ومنحك الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، لك الحمد على ذلك كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا مولانا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وارفع عنا به النقم، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الغاوين، وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأظهرت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
أحسن كتبك نظاما وأحسنها بيانا وأفصحها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذلة إلى العزة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة. اللهم اجعلنا بكتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وإلى أوامره ونواهيه منصتين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، ولا تجعلنا عند ختمه من المحرومين. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا يا ربنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا، أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من أعطاه. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لم تطاع إلا بإذنك، ولم تحصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتحصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والنهي نهيك. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. اللهم اعتقنا في ليلتنا هذه من النار، اللهم اعتقنا من النار.
وأدخلنا الجنة دار الأبرار مع النبي المختار وصحابته الأطهار والشهداء والصالحون الأبرار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا إلهنا إننا عباد من عبيدك وخلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحماتك، لا غنى لنا عن رحماتك. إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم إن هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك، منهم المصلون ومنهم الصائمون ومنهم المتصدقون ومنهم العابدون ومنهم الداعون ومنهم المعتكفون. اللهم لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا. سبحانك وبحمدك، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من رآنا على المعاصي عاكفين ولم يفضحنا، يا من يعطينا، يا من يعطينا ونخطئ دائما، تتمنن إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فيا ربنا فاغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اجعلني يا ربي وإخواني وأخواتي ومن يسمع دعاءنا اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بالشمال فيكردس على وجهه في النار. اللهم خفف عبورنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سدد أقوالهم واجعل أعمالهم فيما يرضيك وعلى سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اغفر لعلمائنا وعلماء المسلمين. اللهم من كان منهم حيا فمده بعونك وطاعتك وزده ثباتا وعلما يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فاجزه عنا خير الجزاء وأوفره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الصادقين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم سدد أقوالهم وصوب أفعالهم. اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إن مسجدك الأقصى يشتكي ظلم الظالمين وتسلط الخونة إخوان القردة والخنازير. اللهم فارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بقوى الاحتلال. اللهم عليك بقوى الاحتلال. اللهم عليك بقوى الاحتلال. اللهم يا ربنا إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم فأذن بنزول غضبك عليهم. اللهم انتقم منهم يا جبار واقهرهم يا قهار يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين. اللهم احقن دماء إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك. اللهم احقن دماءهم
اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسراهم. ارحم يا ربنا النساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى. اللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا في جنب إخواننا المستضعفين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فارحم ضعفنا وتقصيرنا يا أجود الأجودين. إلى من تكلهم يا ربنا؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العزة حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من رد يوسف على يعقوب، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم ارحم والدة قد أضناها بكاها، ووالد قد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اللهم يا راحم زفرات المظلومين، ارحم ضعف إخواننا الأسرى في كل مكان. اللهم أخرجهم سالمين غانمين. اللهم ارحم ضعف إخواننا المنكوبين في باكستان. اللهم نسألك أن تنزل عليهم رحماتك، لا غنى لهم عن فضلك ورحمتك ورأفتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم، وضعفاء فقوهم، وجوعا فأشبعهم، وعطشا فأروهم، وهلكا فكن معهم. اللهم إنهم روعا فأمن روعاتهم، واحفظ بلادنا وأنفسنا وأموالنا وأعراضنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة مولاة الأمور. اجعل يا رب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. حسبنا الله وكفى، نعم المولى ونعم الملتجى. ليس وراء الله مرضى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لرفعة الدين ونفع المسلمين. اللهم خذ بيديه إلى ما يرضيك. اللهم أصلح له وزراءه وأعوانه. اللهم اجعلهم عونا للسنة وأهلها، وحربا على البدعة وأهلها. اللهم اجعلهم يدا حانية على المؤمنين، وسيفا مصلة على المبتدعة والمشركين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بين قلب كل متخاصمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متصافين. اللهم اجمع قلوبهم وأصلح نياتهم، ولا تجعل للشيطان عليهم مدخلا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا
خالقنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغث بلادنا بالمطر اللهم أغث بلادنا بالمطر اللهم أغث بلادنا بالمطر وقلوبنا بالعلم واليقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم اكبتهم اللهم زلزلهم اللهم اخسف بهم الأرض اللهم افضحهم اللهم افضحهم اللهم افضحهم اللهم أعن رجال الحسبة على كشف مخططاتهم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم هذا شهرنا قد أزف رحيله ودنا قربه وزواله اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من الفائزين واجعلنا من عتقائك من النار يا رب لا تحملنا بذنوبنا وخطايانا اللهم ضاقت بنا الحيل إلا ببابك وضعف الاعتماد إلا عليك وقل الرجاء إلا